اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة خفيفة وظريفة جدا جدا. قلت بقى ألحق الفراولة قبل ما تخلص في السوق وأعمل معاكم أحلى مربى فراولة. هتنفعني طبعا في رمضان على الزبادي، وهتنفع في العيد إن شاء الله لما نعمل البيتيفور مع بعض. هنعمل منها كميات كبيرة بسعر قليل، بدل ما نشتريها من بره برطمان صغير جدا جدا وغالية وبفلوس كتير. عندي هنا كيلو من الفراولة، هنغسلها كويس جدا جدا علشان الرمل بتاعها وهننضفها. بعد كده هبدأ أتخلص من الجزء الأخضر اللي فوق. أهم حاجة حبايبي في اختيار الفراولة يكون حجمها متوسط لصغير. دي الفراولة البلدي المسكرة بتاعتنا. كده أنا شلت كل الجزء الأخضر اللي فوق في الفراولة. هنجيب بقى حلة ونبدأ نقطع الفراولة 4 تربع ونخلص كل الكمية. هنحط بعد كده كوبايتين من السكر. كل كيلو من الفراولة بياخد كوبايتين من السكر، حوالي 250 ملي، قد أكبر كوباية معيارية عندك. بعد ما حطيت السكر هقلب الفراولة مع السكر كويس جدا جدا. قدامي هنا حبايب قلبي حلين. الحل الأول أسيب الفراولة كده لمدة ساعة بره التلاجة لحد ما السكر يدوب، أو أحط الحلة جوه التلاجة وهسيبها ساعتين. المهم لازم السكر يدوب علشان نبدأ نعمل المربى. ودي الفراولة بعد مرور ساعة السكر ما شاء الله داب تماما. هبدأ بقى أرفعها على النار. هقلب بقى من وقت التاني كل 10 دقايق أو ربع ساعة. المهم حبايب قلبي تكون النار هادية معانا. الفراولة هتاخد ساعة وتكون جاهزة إن شاء الله. كل ما النار كانت هادية كل ما كانت المربى كريمي معانا ودايبة وزي الفل. بعد نص ساعة ضفت عصرة نص ليمونة، ممكن نستبدلها بربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل حبايبي. هندي بقى المربى تقليبة كده وهنسيبها نص ساعة تانية. بعد كده هنطفي عليها النار وهنسيبها تبرد تماما. هنجيب بقى برطمان نضيف معقم ونبدأ نعبي المربى بتاعتنا. شايفين القوام جميل جدا ازاي؟ وفعلا طعمها احلى من الجاهزة بكتير جدا جدا. عملناها حبايبي بدون اي الوان او مواد حافظة. شايفين الجمال؟ مفيش. تسلم ايديك يا شيف ماجي، جربوها وهستنى رأيكم. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.